founder of the app concept Tech Universe بس في مصر وجيفتوبيا. حاولت اعمل حاجات كتيره قوي وانا صغير، حتى وانا في الكليه حاولت اعمل اي ليرنينج ويب سايت. How's it like to manage أكتر من يمكن 200 موظف؟ ترايل اند ايرور، في مم. حاجات بتحصل كانت صح، في حاجات كتيره غلط. هو جاي لك بسيف أصلا، ماسك سيف وراه، إن بالظبط. هو أنت شايفك، حتى أنتوا لسه ما اشتغلتوش بس هو شايفك ده انمي. نو هايرنج unless you prove me ان الشغلانه اللي جايه دي AI can do it first كتير من الفاوندينج تيم أو من الناس اللي هي بدأت they are still working in Tech Universe. because of his work, because of his dedication to this company. في ناس تانية جايه كتير هتبقى partners في الكومباني. انا مم. مش هلاقي شركاء احسن من دي تبقى معايا. اهلا بيكم في حلقه جديده من بام توكس. النهارده معانا حد من اجمد الناس في الديجيتال ماركتينج، فاوندر اوف ذا اب كونسبت تاك يونيفرس. مش بس ذا اب كونسبت او تاك يونيفرس، هو برضه فاوندد اذر ديجيتال انيبلد كومبانيز زي بس في مصر وجيفتوبيا. مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده يا دكتور عمر. شريف، انا اللي thank you very much for having me. انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده واكسايتد جدا لحدثنا مع بعض النهارده. احنا ميرسي على الانترو دي. You're welcome. مبسوطين ان انت معانا النهارده، وعايزين بقى يعني عايزينك تدي الناس كده introduction about what you do، الباك جراوند بتاعتك، بدأت ازاي، وايه الحاجات اللي يعني بتفكر فيها في ال upcoming plans ان شاء الله. طيب، سريعا كده، انا عمر عثمان، خريج طب اسنان اسكندريه. كنت دكتور سنان في يوم من الايام. دلوقتي فاوندر اوف تاك يونيفرس. سابقا كان اسمها ذا اب كونسبت، وهنحكي مع بعض كان ليه الاسم اتغير ووصلنا لفين. بدأت في الأول زي ما قلت لك دكتور سنان. I was practicing for 2 years. لما اتخرجت دايما كان في حتة كده ناقصة. كنت دايما بدور على حاجة فيها تكنولوجي ريليت. تكنولوجي was دايما بالنسبة لي عنصر كبير قوي في حياتي. حاولت أعمل حاجات كتيرة قوي وأنا صغير، حتى وأنا في الكلية حاولت أعمل اي ليرنينج ويب سايت لطلبة الأسنان، وكان موجود وكان افكتيف، وكنت ببيعه عن طريق سكراتش كاردز موجودة في عيادات المستلزمات الطبية والحاجات اللي حوالينا. بعد كده هو نفس البراند ده كان اسمه توك تيث، اتحول بقى سوفت وير مانجمنت سيستم للعيادات. فاتعلمت في الحتة التكنيكال شوية. أنا ما كنتش I'm not a coder by the way، ولغاية النهاردة I don't know how to code، بس كنت بعرف الحاجات بتركب مع بعض ازاي. فاول لما بدات القصه دي وحاولت فيها، وبعد كده كملت في الاسنان شويه، ما كناش بنحب بعض. لا السنان بتحبني قوي ولا انا برضو كنت بحبها قوي. انا م. دخلت يعني اول لما ليه اخترت اسنان في الاول، it was a job security. انا جاي من عيله كلها دكاتره سنين، ابويا م. امي اخويا مراتي حتى دكتوره سنين، فالعيله ما شاء الله يعني كلها دكاتره سنين. م. لما اخدت وقتي في القصه وبدات احاول اشتغل في الموضوع، ما حبيناش بعض قوي. فدايما كان في قصه، كان دايما في حاجه بحاول اعملها لغايه لما جت الثوره. وهنا بقى كان لازم اخد ديسيجن. الديسيجن ده بصراحه خدته مع مراتي. كنا قاعدين مع بعض ودورت على حاجه معينه كنت عايز اشتغل فيها، هي ان انا ابني موبايل ابلكيشنز without coding. الكلام ده في 2011. م. فده لقيت فاينلي حاجه وعملت الديل، وبصراحه هي شجعتني على ده ان انا اجو فورورد فيها. وبدات اشتغل في حته الموبايل ابلكيشنز. كلامك في 2011 م. كان لسه موبايل ابلكيشنز مش موجوده اصلا. م. فانت رايح للناس بتخبط على معارفك، الناس اللي انت تعرفها، وتقول لهم البروبوزل بتاعك. في ناس اشترت، في ناس ما اشترتش، في ناس ما اقتنعتش خالص. م. وبصراحه في ناس ما قابلتنيش حلو م. اياميها يعني. م. بس لما بدات في الموضوع ده علمني كتير قوي. الميزه اللي انا خدتها برضو من ان انا كنت دكتور سنان كان ان انت بتتعامل مع ناس. بتنساش دكتور السنان كل الناس بتخاف منه، صح؟ بالظبط. بالظبط، ده حقيقي. طيب، فاتعلمت ازاي اتكلم مع ناس، اديهم اشوف الكونسيرنز بتاعتهم، اتكلم معاهم في البروبوزيشن اللي انت مقدمه. م. في الوقت ده احنا بدأنا بموبايل ابلكيشن زي ما بقول لك. بس في ناس كتيره كان ردها هو مش لما نعمل ويب سايت الاول؟ ايه ده، هو انتوا بجد لسه ما عملتوش ويب سايت لغايه بالظبط. النهارده؟ م. فبدأنا كمل حته الويب سايت، م. وهكذا جينا واحده واحده لغايه لما ايه، بدأنا في القصه سوشيال ميديا
جت افتر ذا فاكت مع الاكسبلوجن بقى بعد الثوره، السوشيال ميديا كبرت قوي، مم. فبدانا نشتغل في ده. وفي بدايه الشركه بصراحه احد شركائي كنت رايح برضو اخبط عليه، هو مم. برضو صاحبي من زمان، رحت اخبط عليه قال لي حلو قوي انا عايز من ده وعايز ابقى بارت من ده. مم. فدي كانت بدايه شراكه بصراحه حلوه جدا، هو اول واحد تراستد مي في الحته دي بعد مراتي وبعد عيلتي، ان انا خلاص قررت ان انا ايه هشفت من السنين ده بالظبط. كده سريعا البدايه. وهنا ستارتد بقى فكرة ان انت كمان مش عايز بس فكرة ويب سايت او ابلكيشن بس، لا you've started كمان thinking about السيرفيسز اللي بتخدم بقى على كل ده. صح، بدأنا واحدة واحدة زي ما بقول لك، هي جت كده، جت from a technical perspective بموبايل ابلكيشنز مم. في الأول، بعد كده جا ويب سايتس، بعد كده جت سوشيال ميديا، مم. بعد كده جت حاجات تانية كتير which is what we are right now مم. a full 360 digital agency دلوقتي digital marketing agency. بالظبط. فكان هنا جاء اسم the app concept. مم. at some point in time الاسم ما كانش ينفع، عشان كده بالظبط. غيرناه بقى Tech Universe. و by the way Tech Universe TAC is the initials of the app concept. يس حلو جدا amazing. How is it like to manage اكتر من يمكن 200 موظف ب different backgrounds في different services photography videography media buying social media website development؟ ازاي بتقدر تمانج كل ده؟ It's a challenge بس بتيجي واحدة واحدة. احنا بقالنا برضو كتير شغالين، اكيد ما مم. ابتديناش ب 200 واحد، واكيد ما ابتديناش، احنا حاليا as we speak احنا 125 واحد. اوكي. تمام. at some point كنا 200. بس بدأنا برضو at some point كنا واحد، مم. كنا اتنين، كنا تلاتة، كنا 10، بالظبط. كنا 20. بتتعلم as you go along. مم. trial and error. في مم. حاجات بتحصل كانت صح، في حاجات كتيرة غلط. في الاخر it's all about experience و يس. challenge. ازاي بتدير الناس، آه، هما الناس دي معاك وفي ظهرك من يوم ما انت ابتديت. ودي حاجة الحمد لله يعني. عندنا leadership team مم. هو كل الناس اللي فيه من يوم ما احنا ابتدينا تقريبا الشركة مم. هم وصلوا لده، هم اللي وصلونا لده. فاهم بالظبط. قصدي؟ That's very interesting على فكرة. يعني لما باجي ابص على كتير من الايجنسيز او حتى الكوربريتس او الستارت ابس، انك تلاقي كتير من التيم اللي كان بادئ من الاول. That's very difficult. يعني انا حاجه من الحاجات اللي بالنسبه لي في تاك يونيفرس كيس ستاديز كبيره جدا هوم جرون تالنت، ان انت يس. from the start دكتور. الكتير من الفاوندنج تيم او من الناس اللي هي بدات they are still working in tech universe. يعني how were you able to do this يعني؟ بص هقول لك كذا حاجة. أولا their devotion و their work هو اللي وصل الشركة للوضع اللي احنا فيه دلوقتي. مم. فبالتالي they have to be rewarded for it. احنا النهاردة Yes. آه، ناس كتيرة قوي من الليدرشيب دلوقتي، أولهم مصطفى. تعرف مصطفى كويس مم. صح؟ بالظبط. مصطفى زعلوك Chief Business Officer بتاعنا is a partner in the company right now مم. because of his work, because of his dedication to this company. في ناس تانية جاية كتير هتبقى partners في الكومباني. أنا مم. مش هلاقي شركة أحسن من دي تبقى معايا، كانت معايا خطوة في خطوة من مم. يوم ما احنا ابتدينا بالظبط. لغاية اللي احنا وصلنا له النهاردة مع بعض. فآه ليه هم معانا لغاية النهاردة؟ because they are part of something bigger وبنكبر مع بعض كلنا. مم. لا أنا لوحدي ولا التيم لوحده، كله بيكبر مع بعض. بس that's it. مم. That's very interesting. يعني فعلا مش بنلاقي ناس كتير بتعرف تعمل ده. فدي حاجه من الحاجات اللي very challenging وفي نفس الوقت very rewarding. I believe برضو حاجه من الحاجات اللي يعني بتميزك since ان احنا اشتغلنا مع بعض و I know this for a fact ان انت بتؤمن جدا بالهاسلينج وبان انت على طول تتعلم ال different things. وحتى بالرغم من ان انت you have a big team و they can definitely handle everything بس you still برضو from time to time trying to learn new skills سواء كانت في الاي اي في الميديا باينج في السوشيال ميديا. اتكلمنا اكتر عن حته الهاسلينج واللي هو ان انت you never give up. I know ان انت برضو a big fan of Gary V. yes. انا برضو سيم نفس الموضوع. فكلمنا اكتر عن ده لان احنا مثلا كتير بيجي لنا في media education which is our other يعني company او other thing that we do. ناس كتير من الناس اللي بتفتح agencies جديده بيسالونا يا جماعه ازاي نقدر نبني تيمز. يعني بالذات حتى الناس الجديده اللي لسه بتفتح agencies it's a struggle. لما بتيجي تعين برضو ايه بالنسبه لك الكور برنسبلز اللي انت بتدور عليها؟ طيب انت سألت أسئلة كتير قوي أيوة. فهنحاول نرد واحدة واحدة. تعالوا نبتدي أول حاجة بالlearning وeducation. هي من أهم الحاجات في شغلتنا وفي أي شغل بصراحة، لأن أنت دلوقتي في عصر very dynamic، بيجري بسرعة جدا جدا. يعني فالحاجات اللي بتحصل والتطورات اللي بتحصل معاك كان قبل كده ممكن كل سنة في حاجة جديدة، أنت النهاردة literally كل يوم في حاجة جديدة.
فلو انت ما قدرتش تعرف ايه اللي بيحصل حواليك مش هتقدر تعمل كل حاجه ومش هتقدر تتعلم كل حاجه، ده فاكت. اجريد. بس على الاقل تحاول، على الاقل تعرف you get a basic understanding الحاجات اللي حواليك وايه اللي بيحصل فيها. ردا عليك، انا يعني متعلق عندي في المكتب حاجه انا مقتنع بيها جدا، هي get 1% better every day. على قد ما تقدر حاول، على قد ما تقدر حاول تنجك ده في التيم بتاعك والتيم الناس اللي حواليك. واهم ميزه انت بتدور عليها ان حد يكون ليرنر. خد بالك بقى، فاست ليرنر سلو ليرنر، المهم ان هو يبقى ليرنر. انت اللي جالك عليه السنه اللي فاتت في انترفيو ما بقاش موجود النهارده، بقى حاجه تانية وحاجه جديده. لو مش هيقدر يأدابت، فالادابتابيليتي مهمه جدا. سألت انت برضو سؤال تاني، ايه مثلا الهايرنج برنسبلز بتاعتك؟ هي بتاعت الشركه، هي الايثوس بتاعت الشركه. احنا عندنا حاجه اسمها الدي ان اي بتاعتنا. الدي ان اي انت عارفها، بارت اوف ات از هوم جرون تالنت. في ناس عندنا ابتدت بقالها زمن وينفست a lot of time معاهم ان هم يكبروا جوه الشركه، وفي ناس لسه جايه وانت شايف فيهم التريت ان هم يبقوا هوم جرون تالنت. ما ينفعش النهارده تبقى بتعين حد وما يبقاش داتا دريفن، ما يبقاش استراتيجيكلي كريتيف. تمام. الحاجات دي بالنسبه لنا كلها مهمه جدا في الدي ان اي بتاعك. دي حاجات انت بتدور عليها وبتشوف ايه النظام ديجيتال نيتف. هل يعقل ان انت هتعين حد النهارده لسه ما يعرفش اي اي وبيستخدم ازاي وما بيعملش ازاي؟ ما ينفعش. النهارده يعني as we speak سي او بتاع شوبيفاي قايل no hiring unless you prove me ان الشغلانه اللي جايه دي AI can do it first. This is literally what is happening. ده internal memo بس شايفها من يومين. انا مش هعين حد غير لما اشوف الاي اي يقدر يعملها ولا لا. ده مش معناها ان الناس اللي حواليك انت عايز تقلل الناس، لا بالعكس، هو الاكسبكتيشنز بقت اكتر. الاكسبكتيشنز ان انت تبقى فاهم اي اي بقى اكتر بكتير. فبرضه ردا على سؤالك، احنا في الحته دي this is how we hire. بتدور على الكالتشر، بتشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبتشوف في الصفات دي موجوده اتليست يبقى في 2 3 والباقي انت هتشتغل معاه فيه. يعني انت بتحاول على قد ما تقدر وفي الاخر كله اجتهاد. I hope ان انا رديت على اسئلتك. لا الانسر يعني very good فعلا. انت منشن جاري في. بالظبط. جاري في ده ليه قصه كبيره. طبعا انا I'm a very big fan وكان عندي privilege ان انا اشتغلت معاه. كان عندي privilege ان انا قعدت معاه full day كامل. فبصراحه دي كانت برضو من المزايا والبريفليجز اللي ربنا بيديها لك في الشغلانه اللي انت قررت ان انت تدي فيها كل الباشن بتاعك. صدفه حد كلمني في التليفون من دبي. قالت لي كده، كلمتني في التليفون قالت لي عمر ار يو ايبل ان انت تشتغل على جاري في صفحته بالعربي؟ قلت لها جاري في قالت لي اه. قلت لها طبعا جاهز، يلا بينا. دخلت مع التيم و worked on this page for a whole year. كان عنده ايفنت في دبي، انا حضرت معاه من الصبح لغايه بالليل اليوم كله. I was with him the whole day. اكيد بالنسبه لي رول موديل في حاجات كويسه جدا. اكيد. انت قلت يمكن حته الهاسلينج، هو الراجل ما بينامش. تمام. he does not sleep. بالظبط. literally انا هو بيجي الصبح مثلا جاي دبي، هو بينام في الطياره، يومه بيخلص يركب الطياره تاني ينام ويروح المكتب الصبح في نيويورك. this is literally what he's doing. وبصراحه برضو عشان اقول لك انا اشتغلت وعنده تيم جبار، عنده تيم ما بينامش زيه. that's it. فانت طول ما انت عندك نفس الناس بنفس الايثوس بتاعتك بيقدروا يشتغلوا. كله في الاخر كله بيعمل لمنظومه ناجحه واحده مع بعض. فجاري في بالنسبه لي كانت اكسبيرينس وبريفليج. اكيد دي يعني ما كنتش اتخيلها في يوم من الايام، بس خدت منها خبرات كتيره قوي، اتعلمت حاجات كتيره قوي، وشفت بصراحه الناس بره بتشتغل ازاي وانت شغال معاهم هاند ان هاند. اتعلمنا منها. وهو انا اعتقد ان هو بيحب دايما فكره مور از مور. يعني احنا لما بنشوف الكونتنت بيسز بتاعته بقول هو الراجل ده بيلحق يطلع كل الكونتنت بيسز دي وبيمانج كذا شركه ازاي؟ يعني هو بيلحق امتى؟ فايت سيمز ان هو 24/7. هقول لك، هو ادانا يعني اخدنا الكورس ده من التيم بتاعه. It's all about doing. هو مقتنع انت كل ما انت تساله هيقول لك بوست مور اند مور اند مور اند مور اند مور. لو انت النهارده بوست 5 مرات في اليوم، بوست 10، بوست 20، بوست 40. It's all about consistency. لازم تفضل consistent. وهو الاستراتيجي بتاعته ايه؟ make one very big piece of content
and break it down ل 500 حاجه بعد كده. م. فانت النهارده ندي example م. البودكاست ده this is a big piece of content. يس النهارده انت هتاخدها تعمل بيها ايه؟ هتنزلها as a big piece of content. يب هتاخد منها ريلز، هتاخد منها تيك توكس، هتعمل بيها ايه تاني؟ لازم كوتس ها كمان كوتس بالظبط هتعمل ايه كمان؟ كل بقى الفورماتس horizontal vertical كوتس حاجات مثلا فيها certain يعني صح break it down into certain pieces. حلو حاجه منها مثلا ممكن تبقى motivational something motivational other piece of content ممكن تبقى هي بس you change the effect and make it مش motivational educational بالظبط and that's how you earn big. مثلا على تيك توك عايز فورمات معين صح فيسبوك عايز فورمات معين يوتيوب عايز educational مش motivational تيك توك عايز motivational وعايز يتحط عليها واحدة من الميوزكس اللي هي الموتيفيشنال اللي على طول بالظبط شغالة. ف lots of variables. يعني انا مدرسة جاري في شوية في حتة الكونتنت ان فعلا you have to do more content بس strategically لان في ناس للاسف بنشوف ده ان في ناس بتعمل content كتير قوي بس with no strategy. صح It has to have a strategy يعني. he has a strategy Yes و very big strategy. yes وبصراحة من أكتر الحاجات اللي تنجحك قدام دي حاجة أنا اتعلمتها برضو أكراس م. السنين هي إن أنت يبقى عندك a good strategy. م. أكيد دي ما جاتش كده، جت برضو بترايل اند ايرور واشتغلنا عليها وكل سنة بتحاول تفوركاست وبتحاول تظبط إيه اللي جاي. م. مفيش حاجة تقدر توضبك قوي للي جاي لأن yes أنت زي ما أنت عارف يعني إحنا في الكام سنة اللي فاتوا دول كم الحاجات اللي حصلت لنا. so many changes طبعا بس طول ما أنت عندك a plan م. او ان انت تقدر تادبت لان sometimes you have a plan ولازم هتادبت. يعني انت كوفيد بالظبط ده ما جالنا كلنا فجأة، بالظبط لازم هتادبت. ما بالظبط ينفعش اللي مش موجود دلوقتي did not adapt. زي ما احنا بنتكلم في عصر زمان الديناصورات did not adapt. بالظبط هي كده being adaptable is the key بالذات مثلا في حاجه زي media buying ان انت if you don't adapt ال changes مثلا advantage plus shopping campaigns اللي بتطلع صح. ال AI الحاجات اللي بتحصل if you don't adapt you die يعني اكيد هي, definitely هي it's a general rule لينا كلنا في بالظبط شغلتنا. ويمكن احنا شغلتنا ماركتينج عامة من مش الوحيدة بس من أسرع الحاجات اللي adapted to AI و shifted to AI بسرعة جدا. بالظبط في شغلانات تانية كتير فولي برضو ترانسفيرد. بس اللي أنا بقوله إيه إن ماركتينج لا م. هو complete transformation بالظبط complete يعني. بالظبط I have a question في الحته دي. شور قريت كده حاجه على لينكد ان من الحاجات اللي هي بتنتشر قوي بيقول لك marketing is a very humbling profession ان انت بتشتغل فيه وهو دايما يبقى مثلا عندك assumptions او عندك tactics او عندك strategy فجاه في حاجات ممكن تلاقيها ما مشيتش زي ما انت عايز. how do you adapt مثلا لو في client مثلا انت شغال معاه وفجأة things did not go the right way how were you able to shift and change and adapt quickly. بص أنت قلتها ماركتينج is a humble job. م. هي فيها humbleness وفيها دايما شك. يعني دايما م. التسويق فيه شك. بالظبط ليه؟ لان simply it's all about trial and error. في ناس فورمولا بتنجح هي انت بتحط فورمولا بتقعد مع كلاينت بتاعك بالظبط بتفهم منه ايه مشكلته assumptions بالظبط. A plus B equals C مثلا. problem solving. م. انت هو الكلاينت ده جاي لك عنده مشكله. م. في كلاينت بيجي لك والله احنا عايزين نعمل دعايه. اكيد هنا م. في حاجه غلط في المعادله. بالظبط وهو جاي بيقول احنا جايين عايزين نعمل دعايه اكيد في حاجه غلط. بالظبط لكن جاي انا عندي مشكله 1 2 3 I'm very specific وانت كمان بتجتهد تشوف انت تقدر تحلها ولا لا. بالظبط وسامتايمز لازم تقول لو انت شايف ان الفت ما بينك وما بين الكلاينت مش هيمشي لاسباب ما لان هي فيها عوامل كتير. م. اولا في ناس ودي حقيقه بصراحه بتحصل كتير قوي. في ناس كتيره بتيجي كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده بتيجي from very bad experiences. بالظبط فالشك حته الشك عنده عاليه جدا. هو جاي لك بسيف اصلا ماسك سيف وراه ان بالظبط. هو انت شايفك حتى انتوا لسه ما اشتغلتوش بس هو شايفك ده انمي ان هو he had a very bad experience. فانت ازاي يعني من الاول هو شايفك ده انمي طب انت هتعرف تشتغل ازاي؟ م. طبيعي في توجس من اي كلاينت في بدايه الشغل. مش شرط حتى لو بيسمع م. عنك وحتى لو سامع. هو جالك اكيد عشان هو سمع ان انت at some point in time بالظبط الشركه دي عملت شغل كويس مع حد واحد او اتنين او تلاته. على فكره 99.9% من شغلنا is based on referral and word of mouth. بالظبط حتى لو احنا بتوع ديجيتال ماركتنج وكل حاجه انت بس بتخلي الناس تعرف عنك اكتر. بس بالتالي هو مفيش حد بيجي لك وما بيسالش عنك بيسال بالظبط عنك. طبعا فالسمعه هي اهم حاجه في شغلتنا. م. تمام.
فزي ما بقول لك بيبقى في توجس، في توجس حسب بقى النسب دي، تشوف الفت قد ايه. ممكن حد يجي لك وانت شايف ان اصلا، يعني هقول لك على حاجه، في ساعات ناس تجي لك كتير في البي تو بي ويقول لك انا عايز احل مشكله كبيره قوي في البي تو بي. مم. ساعات مش شرط ان انت تحلها ديجيتالي، في طرق تانية. انا بالظبط. بكلمك على حاجات سبيسيفيك، مش عايز اخش انتو سبيسيفيكس، مم. بس في حاجات مش صح ان انت تخش القصه دي. لو انت شايف ان الفورمولا او المعادله من الاول غير ناجحه، احسن لك بكتير قوي قوي ان انت تقول للكلاينت ان المعادله دي مش صح من الاول. مم. هيحترمك اكتر، هيشتغل معاك بعدين لما يفايند رايت برودكت فيت اللي ما بينكم وما بين بعض، احسن ما تشتغلوا بالظبط. وتبقى العلاقه وحشه. ده مش معناه ان ده ما بيحصلش، مم. بيحصل برضه. مم. بس انت على قد ما بتقدر، يعني انا يمكن هقول الكلمه دي كتير، هي اجتهاد. انت بتحاول ان انت تجتهد في البيرفكت فيت اللي في الاول، ان انت بتشتغل بكل استطاعتك على حل مشكله العميل بالظبط. اللي قدامك، فبالتالي بتدي له ريزلتس، لان هو جاي لك عشان ريزلتس، مش جاي لك عشان اي حاجه تانية. بالظبط. مش عشان يقول ان هو شغال مع الشركه الفلانيه، هو جاي لك عشان عنده مشكله وانت عايز تحلها. لو انت عرفت ان الفورمولا دي واضحه كده وتعرف تحلها للكلاينت، then that's it. بالظبط. اي اجري. يعني انا بحس ان كتير من ايجنسيز بتخاف تتكلم مع كلاينت في فكره ان احنا محتاجين الحاجات الفلانيه عشان نعرف ننجح مع بعض. بس انا بحترم جدا الناس اللي بتعمل كده. وانا اكشلي لما كنا اشتغلنا مع بعض وبرضه اشتغلت في كذا ايجنسي، دايما كان بيبقى عندي الحته دي ان انا دايما ببقى عايز ان يا جماعه ليتس بي اونست، خلينا نتكلم مع بعض بصراحه بحيث ان احنا نعرف ايه البيرفكت فورمولا. وبس للاسف الماركت حاليا في اماكن كتير مش بترفض، يقول لك اتس انذر كلاينت يعني. بص يا بس شريف، اتحسنت كتير يعني. م- في الفتره اللي احنا كنا شغالين فيها احنا الاتنين مع بعض، م- كان صعب جدا جدا ان كلاينت يشارك معاك داتا ويشاري الداتا اللي انت بتدور عليها فعلا. بالظبط. بصراحة مع الشغل دلوقتي ومع finding the right mix of clients اللي م- انت بتدور عليهم، او يمكن انت كمان بقيت بتدور عليهم زي ما هم بيدوروا عليك، بالظبط. بقوا بيشاروا. م- ولما بيشاروا بقيت بتعرف تديهم results احسن. عشان كده بالظبط. بقول لك it's part of our DNA ان احنا نبقى data driven. م- actually احنا عندنا دلوقتي part من اليونتس اللي عندنا we have a data department، م- يعني برضه حد من الليدرشيب هو اللي ماسكها وهو اللي م- شغال عليها. عندنا محمد سالم، انت م- عارفه، م- هو اللي ماسك الداتا ديبارتمنت دلوقتي because this is how big م- we believe ان دي بقت حاجه مهمه جدا. priority. بالظبط. What's your take on remote work بالنسبة لك؟ Are you big fan of it or not؟ وازاي نقدر طيب نخليه balanced؟ بص، currently م. I believe ان احسن موديل هو الهايبريد موديل. أكيد. هي خد بالك different beliefs. انا النهارده I'm a big believer للهايبريد موديل. ازاي بقيت believer لده؟ بحكم برضه في عوامل كتير حواليك. ايه العوامل اللي حواليك؟ تعالى نتكلم بالترتيب. النهارده من ساعه الكوفيد الدنيا اتغيرت من fully from office ل 100% ايه working from home م. او remotely. م. بعدين الناس بدأ، وانت بتشوف ده دلوقتي، يعني الديبيتس المالتي ناشونالز، مين بيرجع على طول، مين بيقول فولي، مين بيقول لغايه النهارده. م. في الاخر كل واحد بيشوف الموديل that works for him. it's not ملهاش one size fits all. أكيد. بس احنا مثلا عندنا بحكم حتى الكومبيتيشن اللي حواليك والناس اللي بتهاير حواليك م. او اللي بتهاير في السعوديه، hiring from KSA ومن الخليج is a competition. تمام. 100%. م. الكومبيتيشن ده بيجي ازاي؟ بيبعت اوفر بالدولار that we cannot. احنا الريفينيو بتاعنا مش بيجي لنا بالدولار. م. تمام. بالظبط. يعني looking forward to it برضه انه يجي لنا بالدولار في يوم من أكيد. الايام. م. زي ما الحمد لله ربنا كرمنا جوه مصر، عايزين كمان نكبر اكتر بره مصر. To expand. م. بس in the meantime انت هتقدر تعوض ده ازاي؟ بتعوض بباكج. الباكج بتاعتك هي ايه؟ م. good environment to work in, good learning environment ودي مهمة جدا، بالظبط. good salaries. ما تقدرش تقول انت صعب قوي تكمبيت مع السالاريز اللي جايه لك من الخليج، صعب جدا. م. بس كمان تقدر تريح التيم بتاعك اللي هو ايه؟ هايبريد موديل. او بالظبط. احنا currently مثلا بنقول ما بين يعني اول اسبوع واخر الاسبوع حابين نشتغل من المكتب. م. في نص الاسبوع عندك up to 3 working days، من 2 to 3 working days حسب balanced. مديرك المباشر. بالظبط. بتحاول. تمام. هل النهارده بتقول لي ان الناس productive اكتر بكتير from working from home؟ that's يعني ده ديبيت ممكن نعمل عليه بودكاست لوحده. م. يعني لو عايز نتكلم في الموضوع ده it depends. في الاخر بتيجي دايما comes down م. التيم ممبر اللي قدامك. في تيم ممبر فعلا كان do a lot of work
اوتسايد ذا اوفيس، مم. وفي تيم ممبر تاني يقول لك ما انا النهارده شغال ورك فروم هوم. مم. يعني اللي هي كلمه كأنك مثلا ايه، انا النهارده اجازه. بالظبط. طب هو اصلا ده البليف بتاعه. طب مم. هتغير ايه؟ مم. مش هتعرف تغير حاجه. بالظبط. بس it has to be organized يس يعني. بالانس في الاخر، هو مم. بالانس. انت اكيد. فاهم قصدي؟ ماشي، نخش بقى في التوبيك اللي بعديها يا دكتور. كنا عايزين نسألك على حاجة مهمة قوي. ايه اللي انت شايفه بالنسبة للستودنتس اللي في الجامعات؟ طبعا دلوقتي بقى الجوب ماركت يعني بنشوف ناس كتير دلوقتي في الجامعات حابين ان هم يتعلموا اكتر عن ماركتنج وديجيتال ماركتنج وادفرتايزنج وكده، وبنحس ان كتير من الكريكولمز بصراحة مش بتساهم في ان هو يخش على الجوب جاهز. فهو ايه البراكتسز او ايه الحاجات اللي بتسجست حد في الجامعة مثلا بيسمعنا دلوقتي يعملها عشان يبقى بادي ان هو ياخد كارير على طول في الماركتنج حتى من هو في الجامعة؟ بص بصراحة مش بس من هو في الجامعة، من هو في المدرسة. وده ابتدى يحصل في المدارس الانترناشونال دلوقتي، بقى فيها ده. وبقى بيتطلب وبيجي لنا ريكوست في الانترنشيبس ان حد في مدرسة عايز يبتدي. م. النصيحة هنا كل ما تقدر تبتدي بدري كل ما احسن لك، لان الحياة العملية غير الحياة الأكاديمية تماما. تمام. لازم تتعلم الحاجات الأكاديمية، لكن برضو الحياة العملية حاجة تانية خالص. فكل ما تقدر تعمل ده بدري، وبصراحة ده برضو من الحاجات اللي اتغيرت دلوقتي، ان المدارس مدارس كبيرة جدا بتطلب الكلام ده، وبيطلب it's part of the requirements ان انا لازم اكون اتمرنت في شركة ما. م. فباخد خبرات وبتعلم حاجات. اكتر مشكلة عامة اقدر اقول لك عليها فيها مشكلة كبيرة، هي مشكلة الكوميونيكيشن. ازاي الناس بتعرف تتعامل مع الناس الاخرى اللي حواليها، سواء مع كلاينتس سواء مع التيم ميتس ده بتاعتها. يمكن برضه زاد بسبب الكوفيد، طبعا. ان المدارس وقتها ما بقتش الناس بتنزل، وفي الجامعات برضه نفس الكلام صح. وحتى في الشغل صح. ورك سبيس. فبقى اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز دي اللي هي اهم حاجه في شغلانتنا. انت مش عمرك ما تعرف توصل معلومه بطريقه صح غير لما تبقى فاهم ان اللي قدامك ده لازم تريحه، لازم تديله الحاجه اللي هو عايزها، لازم تبقى perceptive enough ان انت تبقى عارف، لازم تبقى clear enough ان انت توصل له المعلومه. فكل ما تقدر تعمل ده بدري كل ما يجت exposed للحاجه اللي بتحصل. آه، وده requirement يعني، ومبسوط منه جدا. واكيد طبعا كل ما يقدر يتطبق ويبقى requirement على كل المدارس وكل الجامعات كل ما يبقى احسن. حاليا تقريبا مفيش جامعة ما بتطلبش ان الناس تتمرن دلوقتي. بالظبط. دي حاجة ما كانتش موجودة ايامينا الصراحة يعني، كانت قليلة جدا. احنا في ناس عندنا في الشركة كانت جت اتمرنت مرة واتنين وتلاتة، سنة واتنين وتلاتة، وبقوا بارت من leadership بعد كده. فعندنا ده كتير، عندنا ناس بتتمرن سنة وسنتين طبيعي. احنا اشتغلنا مع بعض عرفنا ان في تريتس مهمة، وزي ما قلت لك التريتس واضحة. مش مهم ان انت تكون اتعلمت كل حاجة، المهم ان انت عندك قدرة ان انت تتعلم. طالما عندك قدرة ان انت تتعلم وبتسمع كويس خلاص م. that's it. يعني دي معادلة ناجحة ان حد يكمل في الكارير ده اكتر بهيز باشن. م. يعني ردا عليك، دي حاجة مهمة جدا في الجامعات، كل ما نقدر نعملها احسن. احنا بنقدم internships بتاعتنا طبعا every summer موجودين. في ناس بتجيلنا من مدارس، في ناس بتجيلنا من كليات، وفي ناس تانية بتبقى عايزة الانترنشيب عشان يستفيدوا منها overall. حلو جدا. فنلخصهم كده مثلا في 3 ستيبس. اول حاجه كيك ستارت تو بروفيشنال كارير، as انك early as انت possible. as early as possible. بالظبط. 2 work on communication and building your fundamental business skills، ان انت صح. تبقى فاهم يعني ايه بيزنس، يعني ايه شغل اصلا. تالت حاجة اتعلم مع نفسك على قد ما بالظبط. تقدر. يعني م. ما هو برضو الحياة الأكاديمية بتديلك علم، هو برضو في perception. ما هو أنا اوريدي بتعلم حاجات كتير، ما عنديش وقت أتعلم حاجة. دي دايما سوري يا شريف، يعني ده توبيك كبير عايز أتكلم فيه. م. هو موضوع الوقت. ما هو احنا كلنا عندنا نفس الوقت، كلنا عندنا 24 ساعة. بالظبط. انت بتعمل ايه بال 24 ساعة ومقسمهم ازاي؟ هي دي ده الفرق اللي ما بيني وما بينك وما بين الناس اللي حوالينا. كل واحد بيعمل ايه بال 24 ساعة. وبرضه دي هتطرق لأكبر كلمة برضه اليومين دول الناس بتتكلم فيها، وتوبيك شائك جدا، هو work life balance. بالظبط. تمام. كل واحد ليه مفهوم عن الورك لايف بالانس. في اللي بيجي لك يقول لك انا الورك لايف بالانس، انت بتقول لي النهارده هشتغل 8 ساعات في اليوم، فهم 8 ساعات الا دقيقه هوقف فيهم، ساعه راحه فيهم كذا. هي ما بتتحسبش كده. يعني هي في الاخر ما هي بتتحسبش. بتتحسب الورك لايف بالانس بتاع الشخص نفسه. يعني مثلا في اكزامبلز ناجحه جدا زي جيف بيسوس كان طالع في مره بيقول يا جماعه مش حاجه اسمها ورك لايف بالانس. هو انت البالانس او الورك لايف بالانس ده بتفرق من شخص للتاني. في واحد مبسوط السبع ايام شغال. صح. بص تاني، هو هي بالانس، اسمها بالانس، ما اسمهاش ديلي بالانس. تمام. م. انت النهارده ممكن تشتغل اسبوع اشتغلت فيه كتير،
فانت تبقى عارف ان انت هتريح. النهارده جيت الشهر ده انت بقالك 3 4 سنين مثلا، انا اسف، بتكافح جامد جدا، وغصب عنك بعدت عن العيله وعن البرايورتيز واولوياتك في العيله. فتعرف ان انت محتاج ترجع تري بالانس تاني. بتري بالانس ازاي وبتعرف ازاي؟ ريفلكت على قد ما تقدر. ريفلكت كل بالظبط. اسبوع، اعرف اللي انت عملته قصرت في ايه وعملت ايه كويس. اللي قصرت فيه اشتغل عليه الاسبوع اللي بعده. فهو في الاخر هي تجربه، بتقدر بتحاول تعرف اولوياتك فين on a week by week basis on an annual basis. بتعرف كل سنة ايه اللي انت بتدور عليه. فدايما انا راجل بحب جدا كلمة تايم مانجمنت، بس هي مش تايم مانجمنت قد ما هي كلمة اولوياتك هي ايه. الاولويات كل شوية بتتغير، بس في اولويات اساسية في حياتك. في اولويات لعيلتك، في اولويات في اوقات انت بتبقى مقصر فيها، فبالتالي يجي اللي معاك في الفرقة اللي هي مثلا مراتي في ان ذات كيس تعرف تشيل عني حاجات كتيرة في وقت. طب ما انا لازم ابقى عارف ده، بالظبط. لازم اعرف امتى اعوضه واعوض الكلام ده امتى. لو انا النهارده مقصر ان انا ابقى موجود مع اولادي at some point in time، طب ما انا لازم ارجع وعارف ده واي ريفلكتد على ده. لو ما خدتش فيه اكشن ابقى انا اللي غلطان. بالظبط. فهو حته الوقت هي اولويات. تايم مانجمنت. اصل انا ما بلحقش، كلمه انا ما بلحقش دي على طول صعبه قوي. ما تقوليش ان انت ما عندكش في اليوم مثلا نص ساعه ان انت تقرا فيها حاجه جديده، ان انت تتعلم فيها حاجه. بالظبط. دايما الناس بتاخد موضوع التعليم او اي حاجه هو عايز ياخدها، بس انا لازم افضي 3 4 بالظبط. ايام وان عشان هو اتعلم. مرهق نفسيا، يعني مثلا انا في مره out of curiosity يعني فتحت كده فيسبوك، انستجرام، تيك توك، بيبقى فيه زي تايم اوف اكتيفيتي. لقيت في فتره من الوقت ان تيك توك مثلا انا بتفرج على يوميا فيديوز اكتر من 3 ساعات. صح. طب ما ال3 ساعات دول لو انا عايز مثلا اذاكر ساعه منهم انا ممكن اقلل تيك توك. هتلاقي عندك بالظبط. في حاجات في البالانس. ما هو انت ازاي بتعرف تبالانس ده؟ لما بتعرف تمونيتور، فبتشوف الحاجه اللي عندك. دايما بتقول ايه؟ بتقول بريكورد كده ايه اللي بيحصل حواليا، بريكورد يومي بيشتغل ازاي، بعد كده ببتدي احسن 1% better every day. والتولز بتساعد في ده، يعني في تولز مثلا زي كالندلي والحاجات، حتى البيزك كل كالندرز يعني، او تو دو تاسكس، بتخلي فعلا الموضوع مور اورجنايزد. فهو تو سم ات اب مثلا سيلف ريفلكشن، ان انت تبقى عارف والله ايه الحاجات اللي بتعملها، وفي نفس الوقت تتايد داون بتكنولوجي، ان انت عندك تولز بتتراك انت بتقعد قد ايه هنا، بتعمل ايه هنا، صح. وبالتالي هيبقى عندك اتليست ساعه في اليوم او ساعتين تتعلم اولويات. حاجه. اولويات رقم واحد، اعرف ايه اولوياتك. م. ريفلكت on it on a weekly basis. وبالتالي انت هتبقى عارف انت مقصر في ايه. كل اللي عملته كويس خلاص ريح شويه من ده وشوف اللي انت مقصر فيه. م. بس. صح. نخش بعد كده في التوبيك اللي بعديه which is مهم جدا بالنسبه لي. أم، ازاي لما نيجي ازاي نعمل كامبين 360 ناجحه؟ يعني بنبدا منين؟ انا عارف ان اكيد بنبدا يوجوالي من بريفنج الكلاينت، بس لما تيجي تفكر يا دكتور كده في كامبين 360 ناجحه، بتبدا تفكر ازاي؟ ايه الستبس؟ ايه الميثودولوجي؟ عايزين نعرف اكتر عن الموضوع. بص، ايديلي الكلاينت لما يجي لك من الاول، من اول بدايه الانسبشن، انا عندي مشكله وعايز اشتغل معاك وعلى حلها. حقيقه مش ده دايما النورم. النورم اللي بيحصل ان بيجي لك افتر ذا فاكت، في كامبين وفي تي في كامبين وفي كذا وفي كذا، عايزين نشغلها ديجيتال. اكيد دي مش هتشتغل زي لما تشتغل على حاجه من اولها. مش بنقول ان احنا اللي بنعمل كل حاجه ولا عايزين نعمل كل حاجه، بس be part of this conversation من الاول. if you are creating a campaign from day one, any campaign is meant for a reason. لو هي كامبين لكامبين وخلاص مفيش حاجه اسمها كده. طبيعي. انت عامل كامبين من الاول لسبب ما. لو النهارده انت عارف الكامبين البلان بتاعتها ايه من الاول، فانت هتعرف تفكر فيها ديجيتالي هتشتغل ازاي، واون جراوند هتشتغل ازاي، اوف لاين هتشتغل ازاي. فهتعرف كلنا نشتغل مع بعض احسن بكتير. وبرضه كنا محظوظين الحمد لله ان احنا اشتغلنا مع بارتنرز كتير في الحته دي، سواء الكلاينت بارتنر او الادفرتايزنج بارتنر، من الاول بتبقى موجود فيها. مليون في المية دي بتبقى 10 اضعاف مور سكسسفul عن حاجه تانية. في كلاينتس او مش كلاينتس، يعني في بتبقى انت بارت من تيم الديجيتال، يتقال عليك انت تيم الديجيتال، فيجي يتقال لك تعالى خش افتر ذا فاكت في كامبين انت خلصت وتعالى اشتغل عليها. فهنعوز نصور حاجه للديجيتال، اي حاجه. فانت ليك في يوم التصوير 5 دقايق مثلا ما بين كل شوت وشوت. مهما كنت بلاند انت يعني ما عندكش كل الاناف باك جراوند ان انت تطلع الحاجه الصح.
غير ممكن نفس الكلاينت تبقى قاعد معاه في الانسبشن بتاع الكامبين من الاول، قاعد مع الادفرتايزنج بارتنرز كلهم شغالين مع بعض من الاول، فكل واحد عارف الرول بتاعه ايه بالظبط من الاول، وكلنا بنفيد بعض. فده از برضو تاني معادلة ناجحة جدا ان انت تطلع لك فول 360 كامبين مظبوط. ساعات بنبقى محظوظين ان احنا اللي بنعمل من الاول كل حاجة، فبيجي لك كلاينت بالمشكلة فبنشتغل عليه من الاول. اكيد طبعا بيبقى privileged enough ان احنا بالظبط. نقدر مم. نتحكم في حاجات كتيرة فنقدر نشتغل فيها مع بعض. بالعكس انا بحس ان يمكن الكوبيز اللي الديجيتال داخل فيها بالاول مش بس بالديجيتال ماركتنج، داخل بالديتا، لان هو معاه كتير او most of the data ممكن صح نقول. فهو لو جاي بالكامبين من الانسايت اصلا او من البريفيوس داتا او من الماركت داتا، ممكن يطلع حاجه اقوى. صح. ومش بس كده، ما هو انت كمان لو الكلاينت عنده all the previous data، يعني بس بقى هي كلها components لما بتركب مع بعض بتديك ايه؟ مم. بتديك طبعا results احسن. الكلاينت عنده كل الداتا من قبل كده، previous history من السنين اللي قبل كده، لما عملنا الكامبين الفلانيه اشتغلنا على كذا، حققنا كذا، كنا بنحل وبنتارجت كذا. فبالتالي هتعرف تاخد طبعا way better decisions. كل ما يبقى عندك more information كل ما انت بتعرف تاخد قرارات احسن cross the board، سواء in running your business سواء in running a campaign، اي حاجه. هي دي. بالظبط. يعني ممكن نقول ان انت be part of the conversation from the start, طبعا plan your data accordingly, plan your strategy، ومن هنا نبدا الكامبين تبقى احسن rather than being after the fact. after the fact دي ما تديكش الاوبتيمم و- ابدا results. وبصراحه اكتر حاجه بتنجح الكامبين لما تبقى مبنيه على انسايت مهم جدا. يعني انت النهارده اي كامبين في الدنيا بتيجي ازاي؟ بتيجي بمشكله عند الكلاينت انت رايح تحلها، وبالتالي عشان تحلها كرييتيفلي لازم تبقى مبنيه على انسايت معين. ايا كان ايه هو برودكت، الناس بتتكلم عن برودكت، عندي مشكله يا جماعه باد كونفرسيشن، الناس بتقول عليها حاجات مش حلوه على المنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي او كذا. احنا جايين نحل مشكله، فبالتالي نشوف احنا هنحلها ايه. الانسايت ان الناس بتقول واحد واثنين وثلاثه واربعه 10. لازم الكامبين بتاعتنا بتبقى بتتكلم على من واحد ل10 وهنحلها ازاي. ولازم نبقى برضو actively working on it. ما هو انت لو اشتغلت على كامبين بسيرفيس او خدمه او منتج وحش، انت اللي غلطان. الكلاينت عنده نيه ان هو يحسن ده وعايزين نشتغل عليه مع بعض، طبعا ما كلنا كان عندنا غلطات وعايزين نحسن. يعني في اكزامبلز كتير، في اكزامبلز بتحصل النهارده تمام as we speak، حقيقي. الناس بتحاول تشتغل عليها وتحلها، فليه لا؟ حقيقي. عندي سؤال بقى تاني مختلف خالص. اتفضل. أم كشخص اشتغل على performance campaigns, creative campaigns, web sites, applications، ايه السيرفيس اللي مفضلة ليك في السيرفيسز دي كلها؟ انا بحبهم كلهم طبعا، اكيد. وبحب اشتغل على كامبين. هي الموضوع اتلخص ما بقاش بالسيرفيس قد ما انا بقيت بحب جدا ان كيسز. انا بالظبط ان يبقى في كيس ستادي. كلاينت جاب مشكله فانت تحلها له، فبالتالي تسمع الفيدباك. هي كده. انت النهارده كلاينت جالك بمشكله، انت حلتها له، اديته ريزلتس، بقى هو مبسوط. وانس ان هو مبسوط هيز يور براند امباسادور فور ايفر. بس طول ما هو مبسوط، اكيد. تمام. فانت لازم تحافظ على العلاقه دي. طول ما هو مبسوط هو هيتكلم عنك، انت مش محتاج تروح تعمل. يعني يمكن دي انجح استراتيجي. انت مش محتاج ان انت تتكلم عن شركتك. كلاينتس بتوعك if you are giving them value they will talk on your behalf، هيتكلموا بالنيابه عنك. ومفيش احلى من كده ماركتنج، مفيش اكيد. احلى من كده word of mouth. اكيد. نخش بعد كده في التوبيك اللي بعديه. نتكلم عن جيفتوبيا شويه. شور. حابين كده تبتدي تدي الناس فكره عن جيفتوبيا عباره عن ايه، الفكره جات لك منين. وانا بالنسبه لي دي حاجه من الحاجات اللي انا I've used it personally and I really like it يعني، وحابين نتكلم عنها اكتر. يعني كلمنا شور. كده عن الموضوع اكتر. جيفتوبيا هي قصة كفاح. يعني ما اقدرش اقول نجاح لان لسه، يعني لسه work in progress وبنحاول فيها. هي فكرة بمنتهى البساطة. كل الناس اللي حوالينا بيهدوا، صح؟ بيدوا هدايا. اكيد. دايما مشكلتكم ان انتوا تجيب لحد هدايا ايه؟ انا هنزل ادور فين، هعمل ايه، عايز الفها، عايز ابعت كارت معاها حتى لو طلبتها من على امازون، عايز ابعتها له على طول، هيبعتها له بالفاتورة وهكذا، صح؟ احنا ده انسايت. خلاص احنا اشتغلنا على هذا انا الانسايت. بالنسبه لي مثلا buying a gift equal a hustle. يا نهار ازرق، هبعت ازاي، اعمل الجيفت، هوديها فين، هربطها فين، ولسه هاخدها واروح اوديها. انا بالنسبه لي بالظبط. بص اديك قلت الجيفت هي عباره عن هاسل. ده. مشكله. احنا اشتغلنا على الهاسل ده. م. ايه اللي حصل؟ حبينا نوصل لك هدية
سهله وبسيطه وسريعه، وتروح للي انت عايزه في اي وقت. تخش اونلاين، تنقي the box that you want اللي انت عايز تحط فيها الهدايا. مش هتبعت هديه واحده، ممكن تبعت 4-5 هدايا جوه العلبه باكجد beautifully. تختار الكارت اللي انت عايزه، تكتب عليه اللي انت عايزه، ويروح لغايه البيت للحد اللي انت عايزه، من غير فاتوره، من غير اي حاجه. hassle free experience. that's it. بمنتهى البساطه هي دي giftopia.com. اميزنج، حلو جدا. اتكلمنا اكتر عن التشالنجز بالنسبه لك في بيلدينج، يعني انا اللي عارفه دايما ان انت بتحب الديجيتال بزنسز او الديجيتال انيبلد بزنسز. yes. فكلمنا اكتر عن الاكسايتمنت اوف لما بدات البروجكت، التشالنجز اللي بتواجهها. اوكي طيب بص، هو انا دخلت I was very passionate about this project و I still am، بس يعني برضو ايه، هقول لك ايه الchallenges اللي واجهتني. انا جاي من دكتور سنان لديجيتال ماركتنج ايجنسي، فانا جاي من قطاع الخدمات وليس من قطاع المنتجات. في الحالة دي انا ببيع منتج اوفرول، في منتج بقى، تمام. بالظبط. فدي قصة تانية خالص بصراحة، يعني فيها challenges كتير on the operational side. الناحية التانية you are operating with teams and a lot of teams. الناحية التانية it's all about how can technology transform operations بشيبينج، بلوجيستكس، ببرودكتس، ببروكيورمنت بأحسن سعر، وازاي ترجع الحاجة للسبلايرز، وازاي تبعت الهدايا. ولازم يبقى البروفيتابيلتي فيها ان انت تظبطها very challenging. كل ده ان هارموني صعب جدا طبعا. طبعا ان هارموني. وانا خدت بصراحه بريك at some point. انا سبت تاك يونيفرس كلها، كانت ده اب كونسبت ساعتها، وقعدت اي فوكس اوفر a year and a half في جيفتوبيا، تمام، عشان افهم الحاجات دي. ما انا لازم افهمها في الاخر، لازم افهم حاجات انا ما كنتش عارفها. it's a challenge today. it's a challenge. الحاجه التانية ان برضو لما انا قلت لك اول لما جه في يعني في بالكم كلكم هدايا، هدايا يعني سيزونز، يعني يوم عيد ميلاد مين، يوم مناسبة ايه في الأعياد والمواسم. فبرضه مشكلة تانية ان هي cyclical business دي الأعياد والمواسم، تمام. فدي برضه حاجة تانية. التشالنج التاني ازاي تخلي الهدايا موجودة طول السنة بنفس الفريكونسي ونفس الريت. صعب، مش سهل. صعبه جدا، لان اعتقد ان دي برضه ليها دعوه بالنيتشر بتاعه الكونسيومر. بالظبط. الكونسيومر نفسه هل بيحب؟ وانا بحس ان هنا يمكن في مصر يعني مش كتير ان الناس بتهدي بعض يعني. دي يمكن حاجه بالعكس، مش احنا شعب بيهادي على فكرة. م. يعني based برضه on consumer insights، لا احنا شعب بيهادي كتير. وانت لما بتفكر on average لو حسبتها، مفيش حد من الناس اللي قاعدة حوالينا دلوقتي ما جابش هدية أقل من 5 مرات في السنة. والاسامبشن بتاعنا مبني على كده يعني برضه. اكيد. لو حسبتها وفي أي فئة برضه، خد بالك في أي كلاس، في أي سوشيال ايكونوميك كلاس أنت بتتكلم فيه، كل الناس بتهادي. الفرق بس الهدية وإيه اللي حصل. ونوعها وشكلها طبعا. حط والبرايس. بقى مع ده تشالنجز بتاعت الاسعار، والاسعار زادت فبقت الهديه صعبه المنال، فبقيت بتدور على ممكن يمكن هديه اقل، او لو يور لوكينج فور ان انت تجيب هديه اعلى فبقت اكبر، فعدد الهدايا اللي انت بتجيبها في السنه اقل. بالظبط. ففي تشالنجز كتير مع ان هو سيكليكال بزنس. م. مشكله برضه. بس بالظبط. بس هو تشالنج، وتشالنج جميل، واحنا اظن اشتغلنا مع بعض فيه اكتر من مره. اكيد صح. عشان كده انا بالنسبه لي حتى يعني لما استخدمته ككاستمر بقى، لا بالنسبه لي حل لي مثلا فكره الصعوبه بتاعه الهديه، لان بحس ان في ناس طبيعتها كده بيبقى صعب قوي وما بقاش عارف اصلا الهدايا فين تتجاب صح. منين. السايكل نفسها اتس فيري بيج يعني. فانت لما تحط له الحاجه سهله قدامه بسيطه وin the simplest form he uses it. قد ايه بقى he uses it؟ ده تشالنج. بالظبط، هو ده اللي التشانل بتاع الفريكونسي. والسelection والكيوريشن، ايه الهدايا اللي موجوده. ما انا ما اقدرش احط مثلا 60,000 برودكت at this time، فاهم. بس في بالظبط. نفس الوقت لازم انقي البرودكتس اللي كل الناس محتاجاها مع الاذواق المختلفه. مش حاجه سهله. لا ده اتس انكريدبلي ديفيكولت طبعا. نيجي بعد كده للاذر بزنس بس في مصر. بس في مصر. حابين نتكلم برضو اكتر عن البيزنس ده. بس في مصر is an online platform بتتكلم على كل حاجه حلوه لذيذه حصلت في مصر. بس في مصر بمنتهى البساطه. باشن عندنا من زمان. خدنا الدومين نيم يمكن من اول لما فتحنا الشركه بس في مصر دوت كوم، وبعدين بدأناها يمكن بعديها ب3 سنين، بس كان دايما موجود. الاونلاين ماجازين دي برضو different challenge، حاجه مختلفه عن اللي احنا بنعمله. جدا غير تاك يونيفرس وغير جيفتوبيا، اتس كومبليتلي ديفرنت يعني.
مايند سيت. بالظبط. التفكير هنا كان ايه؟ ان انت يبقى عندك your own content platform. احنا دايما we create content for others. The other way now is احنا we're creating content فورس for us. بالظبط. تمام. for other communities بس we're the one building it. فده تشالنج تاني. on and off في السنين اللي فاتت برضو مع كوفيد. في حاجات من السيرفيسز هي زي ما قلت لك هي في الاخر بتيجي دايما لاولويات. حبنا والباشن بتاعنا موجود from day one بس في مصر، بس في اوقات كنا بنقلل شويه في الاهتمام فيه. طبيعي. بس احنا النهارده فول اون وشغالين عليه، ويا ريت كل الناس اللي سامعانا تخش وتعمل لنا فولو على بس في مصر. يا ريت. it's very exciting. يعني انا حابب جدا فكره الدايفرستي او الحاجات المختلفه اللي انت يعني you founded different ideas، وحاجه inspiring جدا يعني ان واحد يبقى عنده كذا فكره او كذا حاجه we work on them especially ان هم they are completely different. يعني هم كلهم digital يمكن enabled بس بعاد قوي عن بعض. الافكار نفسها مختلفه او النيتشر بتاعتهم مختلفه جدا. نخش بقى في التوبيك اللي بعديها. I know you are a big fan of AI. طبعا عايزين نتكلم اكتر بقى عن البروز والكونز، لان في ميكست كده opinions about it. انا عارف ان هو طبعا it's helping ان الناس تعمل تاسكس، بس الاوفر يوزنج بتاعه حاسس ان هو ادى ان في ناس كتير من الشغل بتاعها ما بقاش اوريجينال، بالذات في الكوبي رايتنج. ما هو بص، انت قلت ايه؟ I'm a big fan of AI. لا I'm a very big believer of AI. وهو مش حكاية فان ولا لا، هو it's a must. انت دلوقتي في عصرنا هذا it's a must. it's a requirement على كل حد واي حد انه يبقى فاهم AI across the board ايا كان سنه ايه. تمام. ايا كان سنه ايه. ليه؟ لان هي simply it's a new advanced tool تسهل عليك حياتك. تمام. اكيد. خد الاكزامبلز كتيرة. هو الكالكوليتر هو ايه؟ هو tool advancement at some point in time. ما كانش حد بيستخدم كالكوليتر. هل انت النهارده ممكن تقعد تحسب حسابات من غير؟ هل ممكن محاسب يقعد من غير كالكوليتر؟ لا طبعا. مستحيل، صح؟ تمام. نفس الكلام at some point in time كان اسمهم ايه؟ ادوبي كرييتيف سويت. تمام. ادوبي كرييتيف سويت نفسها بقت ايه دلوقتي؟ بقت ingested ب AI fully consumed. وده السبب الوحيد اللي بيخليك تستخدمها online and you pay the license for it because you need to use its AI features. اكيد. اللي ما فهمش ده بقى ديناصور، مش هيبقى موجود. فاهم بالظبط. قصدي؟ زي اللي كان بيفايت يمكن باك ان ذا داي فكره ايه ده، انا ما ممكن اكتب الحاجه في ورقه بدل ما اكتبها على وورد دوكيمنت بالظبط. او استخدم باوربوينت. انت قلتها بقى، ليه مزايا وليه عيوب. طبعا كل حاجه في الدنيا ليها مزايا وليها عيوب. أكيد. الاهم ان مزاياها تبقى اكتر من عيوبها. مم. تمام. أكيد. حضرتك تتعلم المزايا والعيوب وتحاول تتفادى العيوب وتحاول تستفيد جدا بالمزايا، صح؟ اكيد. This is how it works. اي حاجه في الدنيا اي اكزامبل هتقولها فيها بروز اند كونز. لما البروز بتبقى اكتر من كونز هو ده اللي يخليك تشتغل عليها فهي في الوقت الحالي طبعا بروز اكتر بكتير. في مشكله ان هو برضو حتى مع التطور الرهيب اللي هو on a daily basis. فعلا on a daily basis. انا كنت بتكلم مثلا مع الار دايركتور عندنا في حاجه، فبيوريني ورك فلو معين بيظبط الانجلز ايه واللايتنج ايه بتاع الديزاين ايه، فبيقول لي عايزين نشتري ده. قلت له يلا بينا. كان يوم اربع. قلت له يلا بينا تعالى يوم الاحد نشتريه مفيش مشكله. تمام. يوم الخميس شات جي بي تي نزلوا حاجه لغت القصه دي كلها. تاني يوم ادفانسمنتس لا لا مرعبه. وبعدين انت في عصر كومبيتيشن هو بنفيت لينا كلنا. دايما الكومبيتيشن في مصلحه الاند يوزر. في الاخر هو هيجي له منتج احسن، better products better pricing better كل حاجه 100%. فهو في الاخر انت بتوصل للحاجه ان هي تبقى readily available، وانت دي تكنولوجيا هي ليست غاليه، سعرها متاح في متناول ناس كتيرة جدا، بالظبط. وعمالة ترخص أكتر بسبب المنافسة ما بين أمريكا وما بين الصين وما بين أوروبا وغيرها وغيرها. بالظبط. فبالتالي لمصلحة الاند يوزر على أي ليفل وعلى أي حاجة ال AI بتفيد تقريبا بكل حاجة. هل لكل استخدام ليها أنتي استخدام وحش؟ طبعا ليها استخدام وحش. المشكلة إن أنت ما زلت مع سرعة التطور، سرعة الريجيليشنز، سرعة تنظيم القواعد اللي حواليك لسه أبطأ بكتير. بالظبط. فإت will take time إن هي get regulated. بس it's getting regulated. بقى في حاجات اسمها self regulatory. بمعنى إيه؟ النهاردة مع كل الادفانسمنت ده أنت ممكن تطلع الايمج اللي نفسك فيها واللي بتحلم بيه. بس بدأت الشركات نفسها اللي بتعمل الحاجات دي اوريدي، سواء بقى كانت جوجل سواء كانت اوبن اي اي او هو ايفر اللي شغال، بدأوا يحطوا رولز اند جايد لاينز ليميت البرومتس انها تشتغل على حاجات معينه. زي بالظبط. مثلا
موضوع جيبلي ستوديو اللي حصل ان يس هو الراجل نفسه بعدها بكام يوم نزل ستيتمنت. انا برضو واحد من الناس بصراحه اللي استخدمت الجيبلي ستايل ده لان ات لوكت فيري كول وكده وترندي، فعملتها عندي كاستخدام يعني فريندلي. وبعدها بيومين اكتشفت ان الراجل نزل بيان بيقول ان هو he was disgusted لما لقى ان شغله حياته اللي قعد سنين يعمل في الارت دايركشن والستايل ده ان سوفت وير حصل ابديت في شات جي بي تي يعمل لي جيب لي ستايل ايمج. بص، دي ترجع تاني لنفس الحته بتاعت الريجوليشن، تنظيم قواعد. وبمعنى اصح انت هنا بتتكلم في اي بي هو intellectual property. intellectual property بالظبط. ايه مشكله الانتلكتشوال بروبرتي؟ انت مفيش حاجه تنظم بتقول ان انت النهارده بيكاسو at some point رسم اللوحه دي، فانت ما تقدرش تقول ان اشتغل بهذا النظام. طب ما هو ده في ديبيت كبير قوي. بالظبط انت النهارده لما بتيجي تدرس في فنون جميله مش بتقول للناس ده ستايل بيكاسو بالظبط وبتدي له كورسات ان هو يشتغل عليه؟ طب انت دلوقتي بقى عندك تول ممكن تعمل لك ده وتوريك ايه الاليمنتس وايه الحاجه وتقدر تطلعها لك اسرع. اجن انا مش بقول ايه اللي صح وايه اللي غلط، انا بقول ان ده ديبيت لسه لم يتم تنظيمه. طول ما هو لم يتم تنظيمه في الوقت الحالي فهو انت مش بتعمل حاجه illegal. بالظبط تمام. بالظبط في حاجات ديبيتبل وفي حاجات نون نيجوشيبل، انت عارف ان هي غلط. ما انت عارف ان انت ممكن تستخدم اي في مصايب تانية كتير، حقيقي. ممكن تعمل حاجات مصايب وبقى في تولز وديب اللي هي فيكس بتمنع اللي هي بتمنع مثلا استخدام يور ايمجز. سمعت ان في تولز طلعت بتشيل مثلا الايمجز بتاعتك من على الاوبن ويب، فبالتالي تمنع ان بالظبط انت تمسح تستخدم. حياتك. تمام. انت النهارده الديبيت ده موجود، هو مين قال ان انت ممكن تستخدم حد زي من السليبرتيز اللي موجوده وتطلع بيه كل الفيديوهات اللي موجوده بالظبط. بصراحه مش حقك، بس ديبيتبل. اي ثينك ان هيبقى في قدام مونetization للاوثر ده، ان انت تستخدم الارت ورك صح ستايل ده، هتدفع انت فلوس وفي الاخر هو هياخد جزء منه. يعني اكيد الريجيليشن مش بس بلوكينج، يبقى في مونتايزنج اوف ات اكيد. 100%. وانت قلت المثال الصح. هو انت زمان كان ايه؟ كانت الميوزك بروبرتي كانت وايلد وايلد ويست من ايام نابستر وغيره. كان الناس بتنزل كل الاغاني وكل الدنيا وكل اللي عايز اي حاجه كان بالظبط بيعمل. النهارده انت وصلت لتكنولوجي انف اللي هو السبسكريبشن موديل بتاع الميوزك ستريمينج، ان انت بقيت بتدفع حاجه معقوله في الشهر مقابل ان انت تسمع كل اللي نفسك فيه. فدي فاوند اوت بالظبط موديل يقدر يشتغل لكل الناس across the board وين وين سيتويشن. وين للاند يوزر اللي كان بيشتري ايام زمان على اي تيونز مثلا، كان بيشتري الاغنيه ب $2، بقى بالظبط بيدفع كله على بعضه مثلا $10 ويسمع كل اللي نفسه فيه. ممكن يدفع اقل ويسمع ادز، ممكن يسمع ببلاش بس يسمع اعلانات. بقى عنده اوبشن. تكنولوجي للانتلكتشوال بروبرتي والريجوليشن وصلت في الاخر ان احنا وصلنا لديل كل الناس مستفيده. حقيقه بالظبط. الامر لما تيجي الديبيت وتخش جوه الموضوع هتلاقي مش كل الناس مبسوطه، بس انت يعني الصراحه بس هو اقرب يعني. عمرك ما هتوصل. يعني الموديل ان كل الناس مبسوطه ده يوتوبيا. تمام. مستحيل. بالظبط مش هتوصل له. بس بالظبط بس النهارده الببلشرز مبسوطين لكن الارتستس عندهم مشاكل. بس الارتست بيعملوا مظاهرات مع الببلشرز اللي زي سبوتيفاي وابل ميوزك and they find better deals وبيوصل. واللي اشهر بيعرف يعمل ديل احسن من الاندي ميوزك وهكذا. بالظبط. قيس بقى كل ده ما هيحصل at some point في الاي اي. وهتيجي لما انت تيجي تستخدم صورة اكس ولا زد هيطلع لك برضو بلوك عليها ويقول لك لو عايز تستخدمها هتدفع كذا وهكذا. ايكو سيستم في زي الوقت اللي الحالي حصل في يوتيوب في الاول لما كانت الناس بتستخدم الميوزك. يوتيوب كل زي ما اه انت عايز وفي تيك توك كان نفس الكلام لما كان ميوزيكلي كان كل الناس بتستخدم. بعد كده النهارده بقى كله اللي بيهت واللي عنده بيرسونال مش زي كوربريت ولا كل بالظبط حاجه. things get regulated بس بتاخد وقت اطول شويه. انت طبعا. النهارده في مرحله الاي اي ان no one can regulate anything as fast as the technology is growing. بسرعه حجم التطور اللي الحركه بيحصل في نفسها. التكنولوجيا غير طبيعي. بالظبط. بس eventually it will happen ان يبقى في ايكو سيستم يراضي مثلا الشخص اللي عايز يمونتايز، يراضي الشخص اللي عايز يعمل بلوك، يراضي الشخص اللي هو بالظبط. عايز يعمل بالحاجه بتاعته اللي هو عايزها. واي ثينك فعلا ان الايكو سيستم ده مثلا حصل في يوتيوب، حصل في فيسبوك. ممكن مثلا على يوتيوب تبقى منزل فيديو يجي لك والله من الليبل بتاع الميوزك الفلاني ان احنا هنبلوك هنمونتايز بالظبط. هندو وات ايفر وي وانت. فيمكن having a more regulated system هو ده اللي هيحل مشاكل الاي اي. في سؤال تاني برضه اتفضل. في الورك بليس، يعني مثلا when creating content when doing ads when researching وكده. انا بؤمن وحابب برضه اسالك في ده، ان بيبقى فيه زي كده education system معين، مثلا ان مثلا فور اكزامبل بنعين كوبي رايتر جديد او كونتنت رايتر جديد ان ذاكر الفاندمنتالز دي وبعد كده استخدم الاي اي.
صح، بس ممكن اختلف معاك في حتة مين الأول. مش هتفرق مين الأول، بس في يعني في رأيي الشخصي يعني ان انت تعرف تستخدم الاتنين. AI هو تول وليس ما انت اي حد، لو ادينا اي حد من اللي قاعد يشتغل على فوتوشوب، اكيد تمام، انا النهارده لو اشتغلت في فوتوشوب ما افهمش فيه حاجه، تمام، بس حط ديزاينر اشتغل على فوتوشوب هيشتغل مني احسن مني. بالظبط ممكن احنا الاتنين فاهمين بندوس على انهي زراير وكل حاجه، بس احنا مش فاهمين الكونتكست اللي بيهايند. بالظبط AI موجود عشان يطلع، مش موجود عشان يطلع لك الناتج النهائي، هو موجود عشان يطلع لك الناتج النهائي بيور انبوت. في ناس بتاخد ان هو بيطلع، طب ما اي حد بيطلع. وعلى فكره ده الفرق ما بين لو احنا بنتكلم مثلا AI is in every aspect of our business، صح؟ اكيد فلو انت خدت ديزاين انا ممكن اطلع ايمج وانت ممكن تطلع ايمج، بس if a designer بقاله شغال على AI كتير هيطلع ايمج احسن مننا 70 80 مره. بالظبط فانا النهارده ممكن في عصرنا هذا ان الايمج دي تمشي مثلا at some point اللي انا طلعتها لسه مع كلاينت، بس الاكسبكتيشنز قدام انا متوقع اللي هيطلع من ديزاينر بعد ما هو بقى بروفيشنالي مستخدم ده. سيم ابلايز للكوبي رايتر. مم. كوبي رايتر تاني هو صاحب الفكره، بالظبط او صاحب لما هيجي كيوريت من افكار. هي الفكره ان انت بقيت في الاي اي انت بقيت كيوريتر. كيوريتر يعني بتنظم الافكار، يجي لك عندك بقى كتره من الافكار. احنا كنا زمان بنقعد في برين ستورمينج سيشن، صح؟ بالظبط بنشوف افكار مع بعض. دلوقتي الاي اي هو اللي بيعمل لك البرين بقى ستورمنج البرين وبتاع ستورم بتاعك ومفيش احلى منه تقعد تتكلم معايا في اي وقت، صبح بالليل بعد الظهر. مش عارف اتكلم حد متاخر بالليل اتكلم مش معاه، هتكلم حد الساعه 1 بالليل كلمه في اي وقت عايز انت فكره عايزه. للكامبين. بالظبط. اه هيبتدي يتكلم معاك وهتبتدي تطلع افكار. اتس اول اباوت كيوريشن. ايه بقى الفكره الصح اللي هتركب مع كلاينت؟ هو هيديك افكار، مش شرط انت اللي عليك تنقي ايه اللي صح وايه اللي غلط. إيه انت عليك تبرفكت الحته دي. لو انت بتطلع بتاخد اول ريزلت بتطلع وتروح بيها للكلاينت، انت عندك مشكله ايوه كبيره. هيديك استنباط لان هتلاقي كله مديله نفس البرومبت ومديله نفس الدايركشن، فبالتالي انت بيجي لك نفس البلوكس نفس كل حاجه. بالظبط. انت النهارده بقى اي بدل لك حاجات كتير، بدل لك فوتوشوتس كنت لازم تعملها، تمام، كنت لازم تعمل برودكت فوتوشوت. النهارده دي حاجه مش شرط تعملها خالص. you can do it way better، اسرع. وكمان مشكله الشوتس ايه؟ ان انت لما بتيجي تعملها مش شرط تقدر تأدت بعديها بسهوله. في حاجات خلاص اللي اتصور مش هتقدر تعملها. اه لو انت خلاص في برودكتس مثلا مصورها ومش حاطط مثلا الكوركت مثلا سيت اب الحاجات اللي في الجنب مثلا فوتوش، خلاص هي تكرار بتاعت كده. واعاده التصحيح والاوبتمايزيشن بقى اسهل بكتير من اللي انت كنت بتعمله زمان. احنا كلنا مؤمنين بكلمه اي بي تيستنج، بنجرب ونشوف what بالظبط works and what fundamentals of digital. سرعتك على ان انت تست حاجات وان انت تطلع حاجات بقت like 100 times faster. فبالتالي ان انت توصل للريزلتس المطلوبة بقت اسرع. طيب النهارده بنقول بيج كونسبت اكروس الورك فورس وكل حاجة، احنا بارت من الاستراتيجي بتاعتنا is doing more with less. بالظبط ده مش معناه ان احنا الناس اللي معانا دي مش عايزينها او عايزين يبقوا مش ما يبقوش موجودين، لا بالعكس. بس انت النهارده لو عندك ورك فورسز مثلا فيها 125 واحد وشغالين مثلا مع 50 60 كلاينت، تمام، لا انا حابب ان الناس دي تقدر تبقى empowered اكتر وتقدر تشتغل مع 200 كلاينت بالظبط وتدي نفس الريزلتس اللي احنا بنديها لان للشخص. lots of the manual work is done بالظبط. يعني. بس فانت بقيت بتوفر وقت الناس اللي قاعده للحاجات اللي محتاجه كرياتيفيتي، الحاجات اللي محتاجه تفكير كروس ذا بورد. تفكير مش معناها تفكير ابقى كرياتيف، معناها تفكير عامه. بقى عندي وقت اكتر ان انا افكر في احسن قرار انا هاخده. قبل كده كان ممكن يبقى عندي وقت ان انا قاعد شغال على البرزنتيشن دي من الصبح بالليل عشان اخليها في احسن صوره وفورم واقعد افكر فيها، كانت ممكن تاخد مني 3 ايام. انا النهارده ممكن اخلصها في ساعه واقعد افكر فيها ساعتين اه وهطلع ريزلت احسن من اللي انا نخش عملتها في على 3 كانفا مثلا فور اكزامبل بالسيرش بار او الفيتشر بتاعت الاي اي، عايز سلايدز بالشكل الفلاني، خلاص دان راذر دان بقى ان انا اروح للارت دايركتور يعمل لي الديزاينز بالظبط. الفلانيه او اللاي اوت الفلاني. الاوبشنز اللي عندك ار اندلس، كل يوم في حاجات جديده. برضه هرجع اقول لك الاي اي برضه احنا في كريز دلوقتي. الناس كلها يعني فاسينيتد ومهبوله باي اي باز اكروس. وورد عنيفه يعني. طبعا باز وورد عنيفه، بس انت برضه لازم تعرف انت عايز منها ايه. يعني اي اي از تكنولوجي بيربس. ذاتس ذات. لازم يبقى عندك بيربس وبرايورتي. انت عايز تتعلم ايه دلوقتي؟ ما هو اي اي بحر، انت مش هتعلمه كله وانا مش هتعلمه كله وكل الناس. مستحيل. بالظبط مستحيل. فايند الحاجه اللي هتفيدك والحاجه اللي انت شايفها مفيده ليك ولحياتك، مش شرط بس لشركتك. ما هو هي على فكرة برضو تاني هي معادلة. النهاردة لو حضرتك ظبطت حياتك
فبالتالي انت هتبقى مبسوط في الشغل، فبالتالي هتطلع احسن ريزلتس، فبالتالي كلاينت هيبقى مبسوط والشركه هتبقى مبسوطه. هي كده. هي مش بس ايه اللي اولى للشغل، لا ساعات كتير طبعا مهم قوي. يعني لما يبقى حد ما بياخدش اجازات كتير، خد اجازه ريح، انت محتاج تريح. ريجيليت. لان انا اصلا مصلحتنا كشركه ان انت تبقى مريح عشان تعرف تديني اوتبوت احسن، واحنا بالتالي عايزينك تبقى مبسوط. لان انت النهارده لو انت مخنوق ومش قادر تكمل شغل هتعمل ايه؟ تمشي، مش هتمشي هتبقى ومش مبسوط. هتعرف تشتغل. بالظبط. نيجي للتوبيك الاخير بتاعنا. شايف يا دكتور ايه اللي جاي في اللاندسكيب بتاع الايجنسي او الايكو سيستم بتاع الايجنسي؟ اللي جاي لو انا قلت لك النهارده عملنا الحلقه دي كمان شهر هتتغير اكيد. مع التطور اللي بيحصل في الاي اي. اكيد في حاجات تانية انا لسه ما نعرفش عنها حاجه. مم. أكيد. AI it has transformed the business across the board. غير لك طريقة تفكيرك، غير لك ايه اللي بقى مهم، غير لك اولوياتك. تمام. حقيقي. في values ما بتتغيرش، بس في اولويات بتتغير، في نظام طريقة عمل بيزنس بقت مختلفة تماما ولازم الكلاينت كمان يبقى فاهم ده. يعني برضو الكونسيبت بتاع ده، لا انت عاملها لي باي اي، ما هو انا لو مش عاملها لك باي اي يبقى انا عندي دي مشكلة. مشكله. يبقى بالظبط. يبقى احنا بنعمل لك حاجة غلط، يبقى احنا بنضيع وقتك، وبالتالي احنا بندفعك فلوس انت مش شايف ان هي رايحه في الحته الصح. صح. فلازم برضو المايند سيت ده عند الكلاينت يتغير. هو النهارده لو احنا مش شغالين لك باي اي هو ده الغلط. بالظبط. يعني ان احنا نطلع لك الاكسبكتيشنز بقى اللي طالعه لك من الاي اي، تمام، بس هو ما فيش حد. يعني برضو عايز اقول معلومه، احنا من اب تو سنه مثلا كنت ممكن تعمل انترفيو، من سنه كنت ممكن تعمل انترفيو لديزاينر مثلا، فتقول له انت بتستخدم اي اي، يقول لك لا 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 ما بستخدمه، بيخاف يقول ان هو بيستخدمه. ليه؟ هو بالعكس احنا بندور على ده. ايوه انا انا بندور مش على المفروض اقول التكنولوجيا لك اللي ان انا بدور عليه، بس انت لو انت اصلا خجول ان انت بتستخدمه، طب ما انت عندك مشكله ليه؟ برضو الانفايرمنت غيرت ده خالص. يعني دلوقتي هو ده الطبيعي وده اللي اكسبكت. بالظبط. ايه بقى الاوتبوت اللي طالع من الاي اي ده اللي هنتكلم فيه ككلاينت وكلاينت ايجنسي ريليشن شيب. بالظبط. دي الفتره الجايه، هي فتره الاي اي. الفتره دي لغايه بالظبط. امتى؟ لغايه ما تطلع حاجه تانية. بالظبط. يعني الامباكت بتاع الاي اي هو ده الحاجه اللي احنا دلوقتي اللي بالنسبه لنا من اهم الحاجات اللي It's في completely الايكو transforming the سيستم. business. هل بتغير الفاليوز بتاعت البيزنس؟ لا، بس it's making it way faster، اسرع بكتير. ميديا باينج، تمام. النهارده هنتكلم على بروجراماتيك زمان، بروجراماتيك ميديا باينج، تمام، بحيث بس ان اور اودينس يعني بنتكلم معاهم في الحته دي برضو. وما بين بروجراماتيك دلوقتي بقى حاجه تانية خالص، صح؟ بالظبط. يعني طبعا جدا. زمان انت كنت محتاج تعمل انتجريشنز عامله ازاي وكل حاجه، انت النهارده الليرنينج اللي موجود جوه البلاتفورم اللي انت بتشتغل بيها بقى مور ذان كيبل ان هو يديك كل الديسيجنز اللي انت عايزها. هل ده معناها ان الشغلانه بتاعت الميديا باير اتلغت؟ لا، سيمبلي بقى هيقدر يشغل اعلانات اسرع واسهل، بدل ما كان بيعمل انتجريشنز بطريقه قصدي بتاخد وقت ويطمن من الاوبتمايزيشن. بقى النهارده يقدر يشغل، بدل ما كان بيشغل مثلا 50 اعلان مثلا، يقدر يشغل 200 300 اعلان. ايوه لان الهاسل مثلا بتاع كريتنج ادز بشكل معين او بتكنولوجي معينه او حاجات معينه، خلاص بقى في عندك حاجات اوتوميتد اسهل اسرع. الاهم كمان هيبقى عندك المونيتورنج تولز اللي تقول لك يلا بينا انا محتاجه اوبتمايز هنا، يلا بينا الكرييتيف ده خلاص جات اكزوستد محتاجين نغيره. مش محتاج زي زمان المانيوال تايم ذات ات توك منك، الوقت اللي كان بياخده منك ده كان حاجه كبيره. تمام. بالظبط. النهارده بقيت اسرع، فبالتالي تقدر تشتغل على 50 حاجه اكتر من اللي انت كنت شغال عليها قبل كده. للاسف دي التطلعات اللي احنا بقينا دايما it's always more. تمام. هي احنا بنقول less is more، بس it's more. sometimes more is more لان مثلا for example when testing audiences بcreatives بpersonas مم. testing more personas صح. different needs، ده واحد من اهم الفاندمنتالز اوف ميديا باينج، ومش بس في الميديا باينج يعني. وهيوصلك لايه؟ لريزلت اسرع واحسن. واحسن زي مثلا لما نيجي نعمل كامبين اي برودكشن، كل ما نجيب بيرسوناز اكتر، كل ما عندنا فيديوز او شورتس او كات داونز ممكن نقول لديفرنت بيرسوناز لديفرنت يوزرز ماتش بيتر. نايس. عايزين نشكرك يا دكتور بجد على الحلقه. lots of information lots of good things. وانبسطنا جدا ان انت كنت معانا في بام النهارده. شريف، انا اللي عايز اشكرك واشكر كل الناس اللي معانا ان انتوا استضفتوني، وانا كنت حابب جدا.
وكنت مرتاح جدا في الكلام معاك واشوفكم مرة تانية ان شاء الله. شكرا ليكم وشكرا لوقتكم، ويا رب تكون حلقة مفيدة لكل الناس. ان شاء الله يا دكتور. ثانك يو Thank جدا. you very much. ثانك يو يا دكتور. ما تنسوش تعملوا لنا فولو وسبسكرايب على الشانلز بتاعتنا عشان تشوفوا كل الحلقات اللي جايه.